السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات إلى هذا اللقاء الجديد الذي أخصصه للحديث عن الدخول المدرسي في شقه المتعلق بالأدوات المدرسية. كلامي موجه للأساتذة الكرام مباشرة. الله يخليكم أيها الإخوة الكرام، راه شي ما يزايد على شي، حنا عارفين بعضنا بعض، كلنا ننتمي للطبقة المتوسطة المنحنية نحو الفقر، متوسطة موان، وكلنا نعرفو بأن الدخول المدرسي غادي يكلف الأسر مجموعة من الدراهم فلوس، وكلنا نعرفو بأن كان 4 ديال الدقات ديال اللكمات اللي ياخدها الأب، يعني الأسرة عفوا تاخدها الأسرة المغربية، الجيب ديالها اللي هي تكون دكمات قوية. رمضان، عيد الصغير، عيد الكبير، الصيف، العطلة، والدخول المدرسي. إذن الجيب فارغ، الجيب ديال الأسرة المغربية فارغ، لأن حنا نتعاملو مع الأسر الفقيرة أو المتوسطة في اتجاه الفقر، ولهذا خصنا نراعيو هذا الجانب هذا، راه حتى حنا منهم. علاش أنا نطلب مثلا التلميذ يجيب لي أدوات اللي ما يخدمش بها كلها؟ علاش نقول للتلميذ مثلا جيب لي دفتر ديال 400 ورقة، 400 صفحة من الخيط، مصاوب بالخيط، مخيط بالخيط ماشي ديال السلك، وتجيب له الغلاف ديالو اللي يساوي حتى هو واحد الثمن، ويكون مثلا كريستال غالي. علاش ما نقولش جيب لي دفتر ديال، لأن أنا غادي نخدم، أنا عارف راسي مثلا كأستاذ غادي يلاه نستهلك مثلا 200 صفحة في العام كامل، علاش نقول يجيب ديال 400 صفحة؟ فعوض ما يشري لي دفتر ديال 600 ريال 30 درهم، يشري لي دفتر ديال النص ديالو ديال 15 درهم. علاش نقول لي جيب ريجيستر، ريجيستر بابتيكارو بحال دوك لي ريجيستر ديال المقاطعة اللي يديرو فيها ليغاليزاسيون؟ علاش نتا يلاه تخدم وريقات ليس إلا حرام، حرام. ريجيسترا داير 60 ولا 70 درهم، انت نجيب دفتر عادي. خطينا من الماكياج، كاين اللي يقول لك جيب لي ستيلو احمر وازرق وصفر واخضر وبني وابيض وكل الالوان، كل الالوان. علاش؟ باش نكتبوا التاريخ بلون، ونكتبوا الماجيسكيل بلون، ونسطروا بلون. خلي الماكياج، خدم معايا. الدري راه باغي، يعني التلميذ راه باغي المعلومة. خليك من الزواق، ما تغطيش على الخدمة ديالك بالزواق. وانا نتكلم هنا كلامي موجه للإناث والذكور، بمعنى الأساتذة والأستاذات، اللي نتكلم فقط بلغة المذكر. نحاولوا نرأفوا شوية بالآباء، الله يرحم الوالدين، رأفوا بهم، الله يحسن العون. راه غادي تذوق من داك الكاس المر حتى نتايا، لا راه يذوق به الآباء. راه الآباء عنده 3 و4 يقراو، حنا عارفين المجتمع والو، يعني مجتمع يتكون الأسرة المغربية تقريبا ما بين 5 و 6 ديال الأفراد، إذن ضروري عنده واحد 3 ولا 4 يقراو. ما غاديش تكفيه ديك 200 ولا 300 درهم اللي تعطيها الدولة لكل فرد مثلا من الأطفال. هذا إلا كان محظوظ، إلا كان محظوظ وتستافد من هذيك 200 ولا 300 درهم. الناس اللي يقريو ولادهم في مدرسة خاصة كذلك، كاين بعض المدارس خاصة راه تسطاب، الله يستر. بعض الأساتذة يطالبوا تلاميذ بإحضار، هما راه مدارس خاصة يعني ماشي ديال البعثة، مغربية، تقري بروغرام ماروكان، برنامج مغربي، يقول لهم جيبوا لي الاستئناس كتاب ديال الفرنسية والمات والفيزيك واس في تي علوم الحياة الأرض ديال برا، مفهوم؟ وهاد الكتب ما بين 400 و 500 درهم، الكتاب جديد 300 قديم. وهو هذاك الأستاذ يخدم بالمانيوال ماروكان، يعني بروغرام مغربي، وهذاك الكتاب ديال فقط للاستئناس، كل 15 يوم، كل 20 يوم، كل شهر يدير اكزيرسيس، أو لا جوج، أو لا ياخد جملة، أو لا ياخد صورة، أو لا ياخد، يعني حاطو في الرف مرة فقط باش يبين الآباء بأنه خدام به. لا، شريت أسيدي الكتاب نخدمو. هذاك الأب اللي ضيع ديك 500، لأن كاين أب اللي عنده مثلا ندخلو حنايا طفل واحد يشري لهاد المواد ب4، راه هاديك 2000 درهم، 4 ديال المواد، وما تخدمهاش، راه حرام. هذا راه يدخل في التبذير، تبذير. عارف راسي ما خدامش أنا بداك الكتاب، ما نديروش. أو لا مثلا نخدم به مرة في الزمان. الآباء راهم يخلصوا لي فري ديال الفوتوكوبي، ناخد أنا كتاب تشريه الإدارة
وندير فوتوكوبي لديك لاباج ونفرق على التلاميذ يخدمو. نفكرو شوية في الآباء، راه الله يحسن العون، راه علم الله كيفاش راهم يفكرو ولا منين يجيبو دوك الفلوس باش يخلصو ديك اللوازم وديك الواجبات الشهرية، ولا حتى في الدولة كيفاش راهم يجيبو داكشي باش يقريو ولادهم. راه الله يحسن العون، الإنسان راه يجيب الفلوس من العافية، من العافية باش يقري ولادو، لأنه يقول اللهم نجوع أنا ونتعرى أنا باش نشري لولادي باش يقراو. وهكذا دواليك خصنا نفكرو بهذا المنطق هذا. كاين بعض المدارس اللي الله يستر عالام تجيب لك اللوازم وتعطيها للآباء وتقول لهم سيروا لهاد لهاد المكتبة تاع هي تعين لهم سيروا المكتبة الموجودة في الشارع كذا، ومن هاد جيبوا هاد الأدوات وهادوك الدفاتر هادوك الأوراق المزدوجة وكل شيء خص يكون من هاد الورق ويكون من هاد الطباعة ويكون في هاد الكوميرس كاع عيب. كبروش كرشكم شوية، بقاو في التعليم، خلي الكوميرس بوحدو، بقاو في التعليم وفكروا شوية في الآباء. فكروا لهم نعطيو الحاجة الرخيصة. علاش؟ لأن داك المكياج ديال الزواق في الدفتر وداك التخربيق هذاك راه يشكلي. شوف معايا المضمون، شوف معايا المضمون، علم ورفع المستوى. الدراري التلامذة راهم باغيين معلومة، ما باغيينش داك الزواق. مفهوم؟ بغا يزوق هو من عنده شغلو هذاك، ولكن باش نفرض عليه أنا نجيب لي مثلا دوبل فاي غوز ودوبل فاي بلو، دوبل فاي يعني دي باكي، ودوبل فاي صفرا وكلاسور من الكبار ولي زانتركالير من هاد النوع. علاش؟ شحال غادي دير تا كاع من فرد محروس، ولا شحال من اكسبوزي كاع، شحال من عرض غادي دير، ولا شحال من مال دير تروا باكي نتا بالالوان وهادو غاليين على البيضاء. جيب لي سيدي انا ورقة مزدوجة يحيدها من الدفتر كاع، المهم يكتب لي داكشي مزيان ومنظم بخط زميل جميل وماشي جميل يعني مزيان، والمعلومة صحيحة. هذاك هو الهدف. وما داك المكياجات وداك نتقلو الدراري مساكين بالادوات حتى ما يقدروش يهزو ديك المحفظة. المحفظة تولي يعني الوزن ديالها يدوبلي الوزن ديال الطفل في حد ذاته. راه حرام، حرام. فكروا شوية في الآباء، فكروا شوية في الآباء. راه قلت كلشي غادي نشجمو من داك الكاس المر. مفهوم؟ ما ديروش بحال بعض. نعطي مثال، بعض الأطباء مثلا يعطيوك وصفة ديال الدواء، وداك الدواء فيه جوج، كاين لوريجينال وكاين الجينيريك. انت كتمشي للفارماسيان، الفارماسيان باغي يبيع، وليو باش يعطيك الجينيريك يعطيك الغالي. لوريجينال مثلا الغالي داير 300 درهم، والجينيريك ديالو داير 150 درهم، مع العلم انهم بجوج فيهم نفس الموليكول، عندهم نفس التأثير يعني الإيجابي ولا السلبي على صحة ذلك المريض. ونتا لا، لأن لامو، لأن الميتويال تخلصك على الجينيريك، راه ما تخلصكش على الأوريجينال. دير هادي فراسك. كذلك حتى نتوما نحاولو نعطيو نبسطو للآباء مساكين، نبسطو للولاد يعني التلامذ مساكين الأمور. ما نطلبوش منهم شي حوايج اللي يمشي يقلب عليهم يدور عليهم المدينة كلها وما يصيبهاش بالضرورة باش يصيبها في واحد المكتبة خاصة، لأن ديك المكتبة دايرة واحد ليكسكليزيفيتي ديالها، هي اللي جايبة داكشي من برا باش تبيعو بالثمن اللي بغاتو الدقدق. الجيوب ديال عباد الله حرام. حنا قاع عارفين الجيوب ديالنا كيفاش دايرين، عارفين الكورب كلها طونفير زيرو، كلشي غادي للصفر، خاصة في هاد الظروف ديال المناسبات بربعة اللي دازو. نتمنى بأن الرسالة تكون وصلت. لست متحاملا عليكم أيها الإخوة الأساتذة، أنا منكم ومعكم، وأدعو فقط إلى فكروا شوية في الآباء، الله يحسن العون. الأسر راها تعاني، إذا على الأقل في الدخول المدرسي نخليهم باش يشرو الوزرا، ونخليهم باش يشرو لهم الكسوة الأخرى ديال الدخول. راكم عارفين التقاليد ديال المغاربة في الدخول المدرسي. نتمنى أن الرسالة تكون وصلت، وشكرا على انتباهكم، وإلى لقاء آخر بحول الله.